تحصيل الرزق. فلن تخرج أمتنا من أزمة الفقر هذه بالفهلوة ولا بالإضرابات المخربة التي تسفك فيها الدماء والتي تتحطم فيها المحال والسيارات. لن ينفع الفقر بمثل هذا. وأعداؤنا يريدون لبلدنا أن تتحول إلى فوضى، والله لو تحولت مصر إلى فوضى لن يأمن واحد منا على نفسه أو على ولده أو على ابنته. ولتتعلم الأمة مما يدور حولها من واقع مر أليم في العراق أو في أي مكان. فلا نريد أبدا أن نمنح فرصة لأعداء هذا البلد. الإضرابات لن توسع الرزق. هذا التخريب الذي نراه وهذه الدماء التي تسفك لا ترضي ربنا جل وعلا. في الوقت ذاته أقول يجب على كل مسؤول أن يتقي الله عز وجل. وآن الأوان أن يتدخل كل مسؤول لإرضاء الله، وأن يتقدم كل غني لإرضاء الله. فنحن جميعا نركب سفينة واحدة. إن نجت السفينة نجا الأغنياء والفقراء ونجا الصالحون والطالحون. وإن غرقت السفينة سيغرق الغني قبل الفقير، وسيغرق المسؤول قبل المسوس والمرؤوس. إن نجت نجا الجميع، وإن غرقت غرق الجميع. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلدنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء. اللهم انزل من بركات الأرض والسماء، اللهم انزل علينا من بركات الأرض والسماء، اللهم انزل علينا من بركات الأرض والسماء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.